فنيات لازم تراعيها وانت بتركب الجبسون بورد، وكمان وانت بتستلمه، العلاقات ثم العلاقات ثم العلاقات. هتركب اكسوار اسمه شادو جاب عند التقاء الاسقف مع الحوائط، ولو مش عايز تشتغل بحاجه اسمها ميتال تيب عشان المعجون مش كفايه وهيشرخ منك وينمل بعد فتره. ومسامير تثبيت الالواح كل 25 سم، ما تقلش عن كده ولا تزود. لو زودت المسامير اللوح بتاعك ضعيف هيتكسر، ولو قللت المسافه التثبيت مش هيكون افضل حاجه. وبعد كده في الكورنرز هتركب اكسسوار زاويه ستانلس اسمه ميتال كورنر عشان خاطر تحافظ على الزوايا والارقام بتاعتك، ودي حاجه شبه الزاويه الفريسبيك وكده. بعد كده هنستخدم معجون مخصص من نفس نوع اللوح اللي احنا استخدمناه. بعد كده هنتيب الفواصل ما بين الالواح بحاجه اسمها كراك تيب عشان خاطر ما تنملش منك بعد فتره وتشرخ، ودي حاجه زي الشبك الفايبر اللي كنت بستخدمه في الفواصل وانا شغال في بند المحاره. اخر حاجه المتيت، شفه غطسه بتكون موجوده في اللوح وانت بتشتريه عشان لما تجمع الالواح مع بعضها وتيجي تحط الكراك تيب او تحط الميتال كورنرز ما تلاقيش حاجه بارزه وتبوظ لك الدنيا. هيبات في نفس المكان المخصص ليه واللي بيسموه متيت، ويستخبى جوه المعجون بعد ما تسحبه عليه، وساعتها الشكل بتاعك هيبقى حته واحده وشكله محترم، ما فيهوش ولا عالي ولا واطي ولا اي بروزات. اللوح الاخضر هتركبه في الحمامات، والاحمر هتركبه في المطابخ، والابيض هتركبه في بقيه الشقه عادي. وانت بتستلم بقى استلام هندسي محترم، تاخد بالك من كل ده وتشيك على مقاس التعريض، والاسبوتات بتاعتك متفتحه في النص ولا لا، والكهربائي بتاعك قاطع في شاسيه من المعدن ولا لا. وزن السقف ومناسيب مهمه برضه، فلازم تتاكد وتشيك على السقف بتاعك بميزان الليزر او القامه لو مش عندك ليزر. وبس كده، انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.